طالق جدا. يا رب يكتب لي حبيبتك الغفران والرحمة إن شاء الله. اتصال آخر. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله حبيبي. شلونك حبيبي مهند؟ يا قلبي أنت بخير؟ إذا أنت بخير شلونك؟ وياك أحمد من الناصرية. أحمد من الناصرية، يا مليون هلا بيك وبكل أهلنا ألو. بالناصرية. حبيبي حمودي وياك يا قلبي، شلون هالناصرية؟ الله يسلمك ويسيبك بخير إن شاء الله. يا ربي الله يحفظكم ويحميكم من كل سوء إن حبيبي، شاء الله. إيه ولو ما حمودي؟ باقي شيء بقلبي بس هم راح تحفظ ما يفعل. شلون حمودي؟ أقول لك ولو ما باقي شيء بقلبي حتى فتحة بس. يلا خلي افتح قلبي واسمع. سولف. ألو. وياك يا قلبي، سولف حبيبي سولف. أي أستاذ مهند، خل نسولف لك. أي. طبعا نهاية العام الدراسي 2013-2014. يعني خلي أسولف لك أكون صريح وياك. أي نعم. نهاية هذا العام يعني يوزعوني في النتائج. فأنا رحت لعرض واحد، أنا رحت أجيب النتيجة مال أهلي. أي نعم. هناك بالمدرسة تعرف استلمت نتيجة ورجعت. فصادفتني بنية بالطريق. البنية باوعتك بنظرة إنه هي تعرفني، أو أنا ما كان عندي علم إن هاي البنية تعرف. أي. حبيت هاي البنية من أول نظرة، أنا ما كان معها كانت كلام هندية وما أعرف شنو هاي، أنا كنت ما تدخل عقلي إلا هاي. حلو. فحبيت البنية من هاي النظرة. شفتها 3 مرات 4 بطريق المدرسة. حبيتها وأنا ما أعرف هي منو، من شنو اسمها، منو أخوها، منو المهم. أي. بعد ما دامت هاي العشرة، الحب اللي نظرات متبادلة من عندي ومن عندها. أي. صارت هاي الحكي لسه المتوسط كان. خلص الثالث بالعطلة اللي ورا الثالث متوسط. اتصل بي أحد الأصدقاء قال أحمد خلي أشوفك محتاجك بشغلة. وأصدقائي اللي قريبين من عندي جدا يعني كلش. حلو. رحت لهذا صديقي، لقيت الباب، انفتح لي الباب وإذا بها هاي البنية اللي أنا كنت أحبها. فبقيت مصدوم أنه أنا شو أسوي بهاي الحالة، أستمر وياها. شنو صديقي راح الشيء؟ يقول إذا. أي. فقررت أنه أترك كل شيء الخاطر عيون صديقي وأخوي. حلو. تركت أكثر من سنة بس قوة علي ما نتحمل هذا الشيء. إلى حد تقريبا 2015. بهاي السنة 2015 أنا يوم حاكي هذا شايفة احتراما لعشرتنا أنا وصديقي. 2015 وبالتحديد 1 محرم اجتني رسالة على الواتساب. مرحبا نجم. قالت ما أقول لك منو أنت فلانة، اسمك شنو، ما أقول لك، يخلص 10 محرم بعدين أقول لك. راح قلت له أخويا وأنا 10 حاكيني، إذا ما قلت لي منو ما عندي وقت أحكي وياك. المهم خلصت 10، منو أنت فلانة، تقولي أكو شيء، لا المهم راح ما قالت لي اسمها، سويت لها حظ بالفيس العفو بالواتساب. فأنا آخر شيء قالت لي أنا فلانة. أستاذ مهند تعرف أنت لما صديق أو شخص قريب عليك راح تعرف أسلوبه طريقة كلامه تعرف أخلاقه شنو. بالضبط شيء صحيح. الطريقة اللي تكلمت فيها هاي أو هذا الرقم قبل ما أعرف تكون هي بنين مو طريقة الشخص اللي أحبه ولا أخلاقه أبدا. انصدمت، بقيت بحالتين إنه هي
أو مو هي قالت لي الاسم البنية اللي كنت أحبها، فقلت لازم أتأكد من البنية نفسها. فرحت حكيت قلت لها فلانة أنتي هاي هيك وهيك، هذا رقم واتساب بتذكر قول كذا إيه. حكاني بالواتساب وقال له إني أنتي هاي أنتي، بس حق هذا عاشور ما أعرف هذا الرقم ولا إلي ولا، لأن أنا متأكد لي، بس للتأكيد راح أسألك إنه بنية قاعد تحاكيني باسمها. أنا بقيت من بابين، باب إنه زين وطاحت وياي أنا حكيت البنية باسم ذيك، إذا حكيت ويا غيري راح يصدق إن هاي البنية هي اللي بتحكي وياه، وهاي البنية اللي عائلة وناس أعرفهم صار سنين. المهم بعد ما تأكدت من أن البنية اللي حكيت فيها مو هاي اللي أحبها، إنه واحدة ثانية تحاول تشوه سمعة البنية. اي فبقى خيار أنا قلت لك لازم أتخذ قرار إنه يتوقع بواحد غريب ياخذ نظرة مو حلوة وهاي العائلة تصفي. رحت لأخو صديقي قلت له اليوم لازم أشوفك عندي موضوع وياك. وبهاي الأثناء حددنا موعد الساعة 9 اليوم الفلاني. حلو. نتفق. أول ما صعدنا قعدنا رديت أسولف للسالفة بما فيها إنه كرقم الجيد حاجة تكلمني كذا. بعدنا مع بعضين بس الله بخير يجي صديقنا قاعد ويانا ما نقدر نسولف فيك أمور. قلت له أنا أترخص إن شاء الله أشوفكم بعدين أنا رايح. طبعا أكيد تعرف الأستاذ الشاعر أحمد ماضي. اكيد. أنا مش عراق العز ذكر الشباب هو صديقي أيضا. أنا تعذرت قلت له رايح الأستاذ أحمد ماضي أدي شغله. حلو. بهاي الأثناء طالب ثاني يوم أخوه أو الولد ثاني يوم هنا يداوم بالكلية بغداد. أي. ما قدرت أوصل له الفكرة. فأنا بقيت لا أنا بالسماء ولا أنا بالجان مثل ما يقولون، لا أنا أعرف اللي الإنسان منه ولا أنا وصلت الفكرة لأخوها حتى يشوف منه هذا الشخص اللي يحاول يشوه سمعة البنية. قلت لك راحت أيام ردت أيام إنه صارحنا حبنا كان أقوى من كل شيء، أقوى من سكوتنا أقوى من. المهم فأنا قلت لها عادي أستمر وياك بس بطريقة واحدة إنه أنا أجيك من الباب نشوف على سنة الله. هو هذا اللي انا شريت من تفرك تقول. اي والله هذا أول كلامي. أنا قلت لها إخوانك عزاز وأبوك اليوم من أفوت من قدامه يوقف لي جلال واحترام. فقالت أحمل أنا ما أقدر، أهلي إذا تجي تخطب يخيرون يا أما الزواج أو الدراسة، وأنا سنين أنا ما أقدر لا أقدر أرفضك ولا أقدر أترك دراستي. زين قلت لها الحل شنو؟ ما تنطيني مجال. انطيتها مجال. وبهاي الأثناء يعني خلال شهر 20 يوم كذي وقت صار رسالة بيناتنا كذا. فأنا أريد أحاول ألقى في الطريقة ناسبة تقنع أهلها بالخطوبة. شوف يا قلبي بس خلي اقول لك على شغله كلش مهمه. هي ما على موبايل الجهاز يوم. اكو شغله كلش صارت مهمه. الرسالة التليفون موجود قلت لك لعائلة قريبة جدا علي. اي عرفوا رقمي فتحولت نظرة الحب والاحترام والنظرة الإيجابية إلى سلبية ضدي من العائلة. اي يعني أنا حكيت معها قلت لها أنا مستعد أخطب اليوم قبل البكر حتى أثبت لك حسن منتي وأثبت لك صدقي. فبقت صفة وقالت أنا بنتي ما أزوجها لما تخلص دراسة. قلت لها أنا عندي استعداد هي بعد 7 سنوات 8 أنا عندي استعداد أنتظرها، بس أريد كلمة تضمن تعبي تضمن عمري حقنا إحنا الاثنين. المهم كان موقفها جدا سلبي يعني مع الأسف. فقررت إنه أترك البنية مو أتركها لا
أقطع عنها علاقتي، خاطر أهلها وخاطر دراستي. فالبنية قامت دزت لي رسالة قالت والله لا آكل ولا أشرب ودراستي ما أهتم بيها إذا ما تحاكيني، وأنت مو من حقك تعودني عليك وبعدين تتركني، هذا مو حقك. المهم بقيت أنا أعاني وهي تعاني. دائما كان كل واحد إذا صديق مقرب معاني، أستاذ أحمد ماضي وأخوي وأخوي الشاعراني العبيري، دول اثنين مقربين لي، كان أشكيهم أو يسمعون من عندي. المهم يا أخوي محمد، أنا تعبت بهاي الوضعية وهي تعبت. يعني تصور عن بغداد، هنا أنا أبني من القلعة الناصرية، أنا صار في أسبوع هنا ببغداد، هي ممدومة نقول ما أقدر أروح ما أشوفك بالطريق. اخويا بس اريد اقول لك شيء كلش مهم. بلحظة اللي نعم. انت راح تتزوج، هاي الانسانة راح تكون زوجتك، وياك وانت وياك اللي حبيبي. مسؤول عليها، وانت اللي تقرر راح تترك الدراسة لو راح تستمر بالدراسة. بيوم اللي انت تتزوج هاي الانسانة، ماكو انسان راح يقرر مصيرها غيرك. أفتهم أستاذنا، أفتهم حبيبي، أفتهم، بس هم ما جاي يقبلون هذا الواقع. لا حبيبي، تاخذها وحتى اذا قعدت سنة والسنة الثانية بعد ما حد ما يقدر يحكم عليك وعلى زوجتك يا قلبي انت. بالسنة أفتهم الثانية والله. راح يكون القرار إلك، هذا مو عاقب. هاي مو فتشي كل صعب ما تقدرون تتجاوزوه. أنا وهي مو هي عمرها مو بديها. اخويا وأهلها بس اسمح لي يا وأهلها. حبيبي، بس اسمح لي. نعم. اهلها يخيروها بين الزواج وبين الدراسة، تقول لهم راح اترك الدراسة سنتين وياك، بعد ما اهلها ما يقدرون يتحكمون بيها، واذا رجعتها للدراسة ما راح يقولوا لك ليش رجعتها، انت زوجها هاي وانت أستاذ المسؤول مهند، بس الاول أوضح والاخير لك عليها. أستاذ مهند، هاي رأيي هي إنه أهلها يخيروها، بس هسه إن هم راضين حتى اسم أحمد. لا، هذا الشيء ورا ما تتقدم راح يتغير، وبما انهم جيران وبما انهم يعرفون اخلاقك شنو، وراح يكون بها اشخاص مؤثرين، فلازم تخطي خطوة بهذا المجال، ولازم تتأكدوا. بعدين يا اخويا خلي ببالك شيء،